القضيه ديال اليوم غنحاولوا نوعوا. اليوم غادي نطرقوا للسرقه داخل المنازل، وحتى هي اللي كتعتبر جنايه. حنا كان عندنا في منطقه النفوذ ديالنا واحد السيد كان ميسور الحال، لاباس عليه، كانت عنده التجاره ديالو، عنده المسائل ديالو، وكان باني واحد الفيلا جايه معزوله شي شويه على التجمع السكني، ولكن ماشي معزوله بزاف، غير هي جات في واحد الحي اللي يلاه بداو مخصص يتبناو فيه غير الفيلات، وكانت هي يلاه تبنات الاولى في ديك البلاصه، في ديك التجزئه. مولاها هو والزوجه ديالو، ابناء ديالو كانوا كبار، كل واحد فين مشى، وكان عايش هو والزوجه ديالو، وعندهم واحد المساعده، واحد الفتاه اللي كتعاون الزوجه ديالو في الاشغال المنزليه. كانت شي مناسبه مشاو يحضروا ليها، فاش رجعوا كيلقاو بان هذيك الفيلا تعرضت للسرقه، وكانوا غابوا ليله وحده، كانوا مشاو تقريبا حتى الجوايه تقريبا المغرب، ومع الصباح بكري رجعوا، فاذا بهم كيتفاجئوا بهذا الطارئ هذا. تعلمنا بطبيعه الحال، تحزمت انا ومجموعه ديال الاخوان ديالي وانتقلنا لعين المكان. وصلنا ديك البلاصه، انا عطيتكم الوصف ديالها. ديك الفيلا لقينا مول السيد مول المحل، لقيناه تيتسنانا قدام مقر المسكن ديالو. بطبيعه الحال بمجرد ما وصلنا كشفنا شفويا بان الفيلا ديالو راه كانت موضوع واحد السرقه قلنا في هذه الليله الفايته، ودخلنا باش نباشروا المهام ديالنا. وفي هذه الحقبه باش يكون المتابع الكريم باش يكون على بينه ويعرف الامكانيات والوسائل اللي كانت متاحه في تلك الحقبه. ديك الحقبه ما كانتش فرق ديال التشخيص القضائي، مازال ما داروش. كان ضابط شرطه قضائيه هو اللي كينتقل لمسرح الجريمه، هو اللي كيدير رفع البصمات، هو اللي كيدير هذيك التحريات التقنيه كامله، هو اللي كيديرها. اما الان الحمد لله كاينه واحد الفرقه اللي متخصصه وعندها تكوين عالي وفي المستوى اللي كيتم الاستثمار ديالهم في مسرح الجريمه. وهذه الفرق هذه عندها دور كبير، وكانت هي المفتاح ديال مجموعه ديال الالغاز اللي كانت مبهمه، مجموعه ديال القضايا اللي كانت معقده. دخلنا كما قلت لكم، درنا واحد الجوله. كانت الفيلا كانت الدار مبنيه وكانت جرده، وكانت هذيك الليله كان تحت الشتاء شي شويه، ما طاحتش بزاف، ولكن الارض كانت تاريه. درنا من الفيلا بعدا على برا حتى نشوفوا منين دخلت السيده، واش دخل من الباب، واش دخل من شي سور، السور عالي. واثناء هذيك الحمله اللي كنا كنديروا، ديك الدوره اللي درنا على المحيط ديال ديك الفيلا، كيبانوا لنا لاطراس ديال التسلق. شي واحد تسلق وبقى لاطراس، عرفت فاش كيتسلق شي واحد في الحيط كيخلي ديك لاطراس ديال التسلق ديالو كيخليها في الحيط. علاش؟ لحقاش كيتكا على صباطو وتيبقى الصباط مرشوم كحل ديك الرشمه ديالو. لذلك بعدا حنا حددنا البلاصه من يطلع داك السيد. هذاك السيد طلع من الخلف ديال هذيك الفيلا، وكاينه جرده، وبقينا ملي دخلنا لداخل حاولنا باش نديروا واحد لا تورني تما، واحد الدوره تما بديك الجرده، لعل وعسى نلقاو شي حاجه اللي تقدر تفيدنا في البحث ديالنا. واثناء تلك الجوله اللي درناها لقينا تحت من البلاصه من يطلع البلاصه اللي نقز مع الارض كانت تاريه شي شويه، وتما ما فيها لا غازون ولا حتى شي حاجه، بقى الاثار ديال رجليه، بقى ديال هذا المجرم هذا اللي دخل. ولقينا اثار واحد لقيناه باقي صاين، هذا الاثار ديال الصباط ديال هذا المجرم اللي اقتحم المنزل في وقت متاخر من الليل. بطبيعه الحال هذا اثار خصنا نستثمروه وخصنا نستعملوه في البحث ديالنا. الرفع ديال هذه الاثار كيتم بواسطه الجبس. القبص باش كيدار كتخلط القبص مع الماء وكتكبو في هذيك الاثار ديال ديك الزطمه، وكتخليه حتى كينشف على خاطرو. ومشينا باشرنا هزينا دوك جوج اثارات بجوج. من بعد كملنا المسائل ديالنا، درنا عاوتاني على البنايه فين كاين محل ديال المسكن ديالهم، واش كاين الجرده وكاين الشجر. البلاصه اللي مسكونه خصنا نشوفوا منين دخل السيد، واش دخل من الباب، واش دخل تبعنا مع كانوا رجليه هزوا الغيس، بقى غادي كان خلاص الغازون ما باينش ما خلاش تما الاثار. ولكن ملي خرج لواحد لا موزيك كان داير الجنب ديال الدار، تما لقينا الاثار ديالو. ومشى دخل من البالكون ديال الكوزينه. البالكون ديال الكوزينه لقيناه راه مهرس، يعني هذيك هي البلاصه اللي دخل لوسط الدار. درنا التقطنا صور لحالات الامكنه من جميع الزوايا بطبيعه الحال، ومن بعد درنا صور لديك الاثار ديال ديك الزطمه اللي كاينه في وسط الفيلا، وصورنا هذيك البلاصه منين دخل لوسط الدار. ومن بعد غادي ندخلوا للدار وسولنا مول الدار، والزوجه ديالو كانت جالسه حاطه كرسي، كانت جالسه هي ما بغاتش تدخل، لحقاش مجرد ما لاحظ بان الدار ديالو مسروقه قال للزوجه ديالو خرجي تيجيو جدرميه يديروا خدمتهم. وكان على حق بقصد تفادي الاتلاف ديال الاثار اللي يقدر يخليوها المجرم ولا المجرمين تما في عين المكان. لحد الساعه لقينا الاثار ديال واحد،
واش كانوا جوج، واش كانوا ثلاثه، الله اعلم. ربما واحد يدخل والاخر يكون تيحضي على برا. هذه كلها امور صرفناها في عده قضايا. من بعد دخلنا درنا واحد المسح للدار، البلايص اللي مشى ليهم والبلايص اللي بوانيي، البلايص اللي يقدر يقيس فيهم، درنا الرفع ديال البصمات. اي بصمه لقيناها تما وسط الدار ترفعت. ترفعوا دوك البصمات، غادي يمشيو عبر السلم الاداري، وغادي يمشيو بطبيعه الحال المصلحه ديال الشرطه الاداريه القضائيه والاداريه ديال الدرك الملكي على مستوى قياده الدرك الملكي، هما اللي ديك المصلحه اللي كتكلف كتصيفطوا المديريه العامه ديال الامن الوطني. هذا الاجراء هذا كياخذ وقت. ونعاود لكم عاوتاني في هذه الحقبه اللي كنهضر عليها واللي درنا فيها النازله، كانت الامكانيه ديال الخبره ديال الهواتف غير متاحه، ما كانتش في ديك الحقبه. يعني كنا كنعتمدوا على الابحاث الكلاسيكيه. الابحاث الكلاسيكيه كيبدا تسمع لهذا وتسمع لهذا، كانوا الامكانيه ديال البصمات الاقل ولا اكثر، ولا هذه الاثار ديال الزطمات، هادو هما الامور اللي كان تعتمدوا عليها ضباط الشرطه القضائيه في الابحاث ديالهم في هذه الجرائم من هذا القبيل. المهم درنا هذيك العمليه. من بعد غادي ندوزو باش نشوفوا اشنو تسرق. ملي كملنا الاجراءات ديالنا، تعليمات النيابه العامه، عرفتنا التعليمات بالوضع، بتعليمات التعميق ديال البحث قصد الوصول الى تحديد هويه الجاني او الجنات، ونعاودوا نتصلوا بالنيابه العامه الا كان شي جديد. ملي كملنا الاجراءات، اول واحد غادي نستمعوا ليه هو صاحب الفيلا، المالك السيد مولد. استمعنا ليه التصريح ديالو كيقول فيه بانه كانوا معروضين لواحد المأدوبه داروها الناس العائله ديالهم في واحد المدينه اللي كانت كتبعد تقريبا 150 كيلومتر. قال لك مشينا حضرنا، قال لك انا والزوجه ديالي وهذه الفتاه اللي هي مساعده في الدار عندنا. قال لك ملي خرجنا من هنا تقريبا، قال لك مع المغرب، قال لك وصلنا دوزنا ديك الحفله، قال لك بتنا الصباح بكري، قال لك مع صليت الفجر، قال لك شديت الطريق وفيقت مالين الدار وقلت لهم يلاه شدوا الطريق. قال لك ملي وصلنا كنتفاجئوا بهذه المساله هذه. التصريحات ديالو تاكد بانه لا يوجه الشكوك ديالو تجاه اي شخص، ما كيتهم حتى شي واحد. قال لك ما نقدرش نتهم شي واحد بدون مبرر قانوني وبدون سند قانوني. من بعد غادي نستمعوا للزوجه ديالو بخصوص هذاك الشيء اللي مشى. قال لك اودي كتعرفوا العيالات هما اللي كيعرفوا اش كاين في الدار. قال لك راه هي اللي عارفه كل حاجه فين محطوطه، غادي تمشي وغادي تقلب وغادي تقول لكم. قلبات في الماريو ديالها، قلبات في البلايص اللي كتخزن فيها المجوهرات ديالها والمسائل ديالها. لحسن الحظ المجوهرات كانت دايرهم في واحد الكفر فور، ما مشاوش، ما قدروش. حاول هذا اللي دخل وسط الدار حاول باش يحل دوك الكفر، لحقاش لقينا اثار ديال الكسر. بدا كيضرب شي بينسا ولا باش كيضرب، ولكن عرف راسو ما غيدي حتى شي حاجه. الحمد لله المجوهرات ديال الزوجه ما مشاتش، ولكن الزوجه ديالو اكدت لنا في التصريح ديالها بان شي ديكورات غاليين، ديكورات كانوا محطوطين في الصاله، كاين شي ديكورات اللي كانوا محطوطين في المراح، كاين شي ديكورات كانوا محطوطين عندهم في واحد الجرده، كاع داكشي مشى. وقالت لك هذاك الشيء كيسوى الفلوس والثمن ديالو غالي. من بعد ملي بقات كتقلب غادي تلاحظ بان واحد الساعه مشات. الساعه ديال من؟ الساعه ديال الزوج ديالها. بقاش كان واقف معنا الزوج ديالها في الجرده حتى خرجت، بقات كتعيط لي بالاسم ديالو. قالت لي الساعه ديالك واش هزيتيها ولا ما هزيتيهاش؟ راه خليتها محطوطه في الطابل دو نوي. قال لي لا ما ديتهاش معايا، راه كتقل عليا وانا السوايع قليل فاش كنديرهم، راه خليتها بلاصتها. قالت لي وراه ما بقاتش تما، دخل كيقلب ما لقاوهاش. هذيك الساعه الثمن ديالها هي فوق 20 مليون ديال السنتيم. ديك الساعه واحد الماركه اللي معروفه والثمن ديال دوك السوايع معروف. جبد لينا قلنا لي واش عندك شي توصيل ولا شي حاجه باش شريتيها من المحل ديالها؟ واش عندك شي معلومات باش نعرفوا معلومات والاوصاف والمميزات ديال هذه الساعه هذه، باش الا لقيناها في شي بلاصه نعرفوا واش من ساعه. قال لك اودي راه عندي ديك لا نوتيس ديالها وعندي لابواط ديالها، عندي المسائل ديالها كامله، وشريتها من المحل ديال هذه الماركه في الخارج. جبدنا الورقات ديالو، جبنا ديك لا نوتيس، عرفنا ديك الساعه اش من نوع، وفعلا كاين الثمن ديالها، كاين المسائل ديالها. هذا ملي استمعنا ليه خدينا دوك المعلومات ديال هذيك الساعه واستمعنا للزوجه ديالو في واحد التصريح اللي هو مفصل. والحوايج اللي مسروقه راه قلت لكم اش مسروق، من غير هذا الشيء ما تسرقات حتى شي حاجه. وحتى هي كتاكد بان راه ما كتهم شي واحد وما يمكنش تهم شي واحد وما كتوجه الشكوك ديالها تجاه اي شخص. من بعد غادي نستمعوا للجوار. الجوار واخا بعد شي شويه ولكن خصنا نستمعوا لهم، ربما يكون شي واحد فيهم شاف شي حاجه. استمعنا لهم واحد تلو الاخر، الاول الثاني الثالث الرابع، كنا استمعنا شي 8 ديال الجيران اللي عندهم الواجهه ديال الديور ديالهم كتطل لديك الفيلا. باش كان الشانطي عاد كاينه ديك الفيلا معزوله بوحدها، ولكن كاينين ديور فيهم باطيمات كانوا من الجهه الاخرى. استمعنا اليوم الاول الثاني الثالث الرابع، المهم خدينا التصريحات ديالهم كاملين. التصريحات ديالهم ديال هاد الاشخاص وديال هاد الجيران ديالو كلهم تاكدوا بانهم ما شافوا حتى شي حاجه وما عندهم حتى شي معطيات اللي تقدر تفيد البحث. وكما كنقول لكم هذيك الليله كانت طيح الشتاء، وفاش كطيح الشتاء الانسان كيسد الشراجم كيسد كل شيء. وباش يعرف المشاهد الكريم بان الظروف المواتيه واللي
كيفضلها المجرم، هاد المجرمين المتخصصين في السرقات ديال المنازل وديال المحلات كيفضلوا الوقيته ديال الشتاء. وفاش كتكون الشتاء علاش؟ لحقاش الليل كما كيقولوا سماع، اي حاجه كدار كتسمع في الصيف ما كينعسوش الناس بالبكري كيبداو يدوروا، ولكن في الوقيته ديال البرد ووقيته الشتاء اللي صلى اللي تاخر تيصلي العشاء كيمشي لدارو، وملي كيدخل لدارو كما قلت لكم كيتسدوا الشراجم كيتسدوا البيبان كيتشد كلشي على البرد، لذلك ما كتسمع لا صوت ما كتسمع لا هضره ما كتسمع حتى شي حاجه. غير هذه غير للتوضيح وباش يكون المشاهد الكريم على بينه. وفي هذه الوقيته ديال الشتاء راه كترتفع الوتيره ديال السرقات، وفي الوقيته ديال الصيف السرقات ديال المنازل كتنزل، الوتيره ديالها كتنزل مقارنه مع فصل الشتاء. وقلت لكم السبب علاش. ملي استمعنا لهاد الناس هاد الجيران حتى واحد ما عطانا شي حاجه، من بعد غادي نمشيو في حالتنا وغندير واحد المذكرات بحث وغادي نعموها على الصعيد الوطني ضد مجهول او مجهولين، باش ما عرفناش العدد ديال الاشخاص اللي متورطين في هذه السرقه. وهذه السرقه الظروف ديالها كاين الليل، كاين التسلق، كاين الكسر، يعني ولات جنايه، ولات سرقه موصوفه، ولات جنايه. يعني الاختصاص هو السيد الوكيل العام، وخص الانسان في المعاينه ديالو خص هادشي كله يبينه ويكيفه. مثلا في المعاينه راه لقينا اثار التسلق، راه هذاك ظرف من ظروف التشديد، الليل راه ظرف حتى هو من ظروف التشديد، الكسر ظرف من ظروف التشديد. يعني هذه المسائل في المعاينات ديالك خصك تبينهم، خصك توضحهم للنيابه العامه باش يعرفوهم وباش يكيفوا هذا الفعل هذا على اساس انه جنايه وعلى اساس انه سرقه موصوفه. من بعد ملي رجعنا للمكتب ما بانش شي واحد، والبلده ما معروفاش بالسرقات، ولكن كانوا عندنا تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الاشخاص كانوا تورطوا عاودوا تورطوا عندنا في السرقات. خصنا نديروا تحريات على هادوك اللي عندهم السوابق، هذه مشكوك في الامر ديالهم. قاش الانسان فاش تيكون شفار تيدخل ويخرج ويدخل ويخرج تيولي ديما محط شكوك بالنسبه للاجهزه الامنيه. اول واحد كيشكوا فيه بلاتي نشوفوا هذاك فين كان، واش ما كانش، واش حاضر في البلاد، واش ما حاضرش. لذلك ارتئينا باش هادو اللي عندهم هاد الشبان اللي كانوا عندهم سوابق في الميدان ديال السرقات ديال المنازل عندنا في المنطقه في ديك البلده، غادي نقلبوا عليهم ونتحراو عليهم وغادي نستمعوا لهم وناخذوا الاقوال ديالهم. الاول قلبنا عليه لقيناه، استمعنا ليه نفى جمله وتفصيله اي علاقه عنده بهذه النزيله ديال هذه السرقه الموصوفه، واكد بانه راه من اخر مره خرج من السجن راه ما عاودش ارتكب شي فعل جرمي مخالف للقانون، واكد بان هذه السرقه لا علاقه له بها لا من قريب ولا من بعيد. ولكن الاقوال ديالو ما غاديش نتيقوها. الانسان ماشي غادي يقول لي نفيا قاطعا كل التهم الموجهه الي واي صله بهذه، لا، حقاش اي واحد غيقول لك هذا الجواب هذا، وهذا هو الجواب المنتظر من الجميع. باش نعرفوا واش تيقول الحقيقه ولا لا غادي نعتمدوا على استعمال الزمان ديالو. فين كنتي هذيك الليله اللي تقترفت ديك الجريمه؟ مع من تلقيتي؟ اش من لقيتي دخلتي للدار؟ اش كليتي؟ جلستي في القهوه من قهوه؟ فاش تفرجتي؟ هذوك صحابك اللي جلستي معاهم علاش تناقشتوا؟ شنو هي المواضيع اللي درتوها؟ هذه كلها جزئيات كنطرقوا ليها. دخلتي للدار فاش دخلتي اش لقيتي؟ واش لقيتي الوالدين ناعسين؟ واش فايقين؟ تعشيتوا؟ واش كليتوا؟ وغادي نمشيو نسولوا في دوك الناس اللي غيكرهوا منا كاملين. هذه هي السياسه والاستراتيجيه اللي تبعناها مع هاد الاشخاص اللي قلت لكم مشكوك في الامر ديالهم. علاش مشكوك في الامر ديالهم؟ لحقاش وقت ما درنا بالليل دوريات ليليه كنلقاهم كيتصعصقوا فين ما كانت شي كارثه كتطلع لك السميه ديالهم، لذلك تيكونوا محط شكوك. الاول دوزنا معاه المسائل كامله، خدينا التصريحات ديالو ومشينا تحققنا من الصحه ديال الاقوال ديالو، لم تظهر عليه اي تناقضات. نفس الشيء بالنسبه للثاني، نفس الشيء بالنسبه للثالث، وبنفس الشيء بالنسبه للرابع. واحد كان حتى هو من المعروفين، ولكن في تلك الحقبه كان في الراس ديالنا بانه راه كان في السجن باقي تيقضي واحد العقوبه سجنيه. علاش؟ لحقاش كنا شدينا على السرقه ودرنا ليه التفتيش ودرنا ليه المسائل وشدينا عنده المسروق وشدينا عنده مجموعه ديال الامور وتقدم وكان تيقضي في ديك سميتو، وكنا عارفينه شحال باش مضروب. يعني كان عندنا في المذكره ديالنا بان راه باقي في الحبس ما سولناش عليه. هادو اللي استمعنا لهم هاد الربعه كاملين درنا معاهم نفس السياسه، ما بانش عليهم كاملين اي تناقضات. لذلك اتصلنا بالنيابه العامه تعطتنا التعليمات بالاخلاء ديال السبيل ديالهم يمشيو في حالتهم. علاش؟ ما بانش شي قرائن ضدهم، ما بانش شي ادله ضدهم، ما بانش شي تناقضات في الكلام ديالهم. لذلك ما يمكنش باش غادي تجي تشد واحد هكاك. بقى كاين اللي كيقول لك دابا راه عيطوا ليه الجدرميه ولا البوليس وراه داوك، ما يمكنش يديوك هكاك. داوك الا بانت عليك تناقضات ولا لقاو شي معطيات اللي كتورطك. لا عقل، لحقاش حتى النيابه العامه قضاة ديال النيابه العامه راه ما يمكنش يعطيك تعليمات بالوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه بدون سند ديال قانوني. السلب ديال الحريه ماشي حاجه سهله. باش تسلب لواحد الحريه ديالو راه خص القاضي يكون مقتنع، نائب الوكيل العام اللي غادي تتصل به راه خصو يكون مقتنع وتعطيه معطيات اللي وادله وقرائن اللي كتكون دامغه، عاد يقدر يعطيك
الوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. هادو ما بان عليهم حتى شي حاجه، واخا عندهم سوابق، ولكن هذا لا يعني بانهم راهم متورطين. وبقات هذه القضيه هذه سجلناها ضد مجهول او مجهولين، درنا اللي علينا والو. هذاك السيد كنا وصيناه باش يشد شي واحد ولا شي واحد من العائله ديالو، كانت عندهم بعض الصور بحال هذيك الساعه. كنا قلنا ليه صور لنا هذيك الصوره ديال ديك الساعه وجيبها لنا، تبقى عندنا لعل وعسى شي نهار باش ديك الساعه كانوا البورطابلات ما فيهم لا تصاور لا والو. البورطابلات كنتي كتهضر الو، كان داك الكاتيل هو اللي كان ديك الساعه، وكان إريكسون حتى هو اللي كان عنده داك لونطين. هاد الجوج ماركات هما اللي كانوا في ديك الحقبه اللي كنهضر عليها دابا. قلنا ليه سير صور وجيب لنا باش تبقى عندنا التصويره ديال هذيك الساعه، لعل وعسى نتلاقاو معها، نتصادفوا مع شي واحد، تبان لينا شي بحث، هذه لكل غايه مفيده. لذلك مجرد ما كملنا البحث ديالنا مشى صورها، جاب لنا واحد التصويره بقات عندي، لحقاش انا اللي كانت عندي هذه القضيه هذه داخل مدخلها في دفتر التصريحات الشخصي ديالي، وكنت تحت الاشراف بطبيعه الحال ديال النيابه العامه واحد ضباط الشرطه القضائيه المحنكين اللي اعتز بالمجاوره ديالو، من الاساتذه اللي تعلمت منهم الابجديات ديال الشرطه القضائيه. كنشكرهم، كنشكر دوك الناس اللي ربونا واللي علمونا. اي واحد انا شخصيا كنهضر على نفسي، اي واحد علمني حرف واحد ساظل مدين له مدى حياتي. المهم نرجعوا للقضيه ديالنا. كما قلت لكم ما بات حتى شي حاجه، وبقات هذيك القضيه اون افير اسويفر، ماشي سفيره غادي تمشي للرفوف، لا، انا عندي واحد القضيه انا اللي دايرها، انا اللي عارف الظروف ديالها والحيثيات ديالها، وعرفت اش مشى فيها، الحوايج اللي تسرقات. يعني راه واخا دوز عليها شهر شهرين 3 شهور راه غتبقى راسخه ليا في الدماغ ديالي. دازت ايام وايام، تقريبا شي 3 سيمانات ولا 4 سيمانات، جات النتيجه ديال هذوك البصمات اللي ترفعات. البصمات اللي ترفعات تلقات البصمات ديال الزوج مضار وديال الزوجه ديالو وهذيك البنت اللي كانت مساعده ديال الزوجه في اشغال المنزليه. زيدون ديك السيده كانت معاهم فاش مشاو يحضروا ديك المأدوبه، يعني ما كانتش حاضره. واش عندها شي اتصالات مع شي واحد ولا الله اعلم. ابحاث هي اللي غتكشف على هذه الامور هذه. يعني حتى البصمات ما عطاوناش شي نتيجه. اش كيعني هذا؟ بان هذا المجرم محترف وعارف اش كيدير، مجباد مع راساته. علاش؟ لحقاش ما خلاش شي اثار في مسرح الجريمه. من المحتمل باش يكون داير الليغات. لحقاش المجرمين شحال من واحد من الاخوان والاخوات تيقول لك بان احنا اللي كنعاودوا هذه القضايا ديال هذه الجرائم والاجراءات اللي كدار اللي كيديرها ضباط الشرطه القضائيه بان كتوريو المجرم. انا كنقول لهاد الناس بان المجرمين القاريين كاين فيهم اللي قاري اكثر من ضباط الشرطه القضائيه، تيدخلوا للحبس كيشد نسخه ديال المحضر وتيعرف الخطا اللي ارتكب وباش تشد وكيعرف كل شيء. لحقاش من حقه باش يشد نسخه، من حقه، هذاك حق كيخولوا ليه القانون. كيجيب ليه المحامي واحد النسخه وتيجلس تيقراها. كاينه النسخه ديال هذاك كتلقاو ما عرف شحال من واحد اللي كاين في ديك لا شومبر كيناقشوا الملف ديال هذا ويناقشوا الملف ديال هذا، اش الخطا اللي دار هذا، وكيقراو في السجن. تيقراو في السجن وتيعرفوا اش الحوايج اللي دار واش الحوايج اللي ما دارش باش ما يطيحوش في الشباك. هاد الامور كلها كيديروا احتياطات ديالهم، راه قارين ومجبدين وعارفين هاد المسائل هذه. غير هذا كتوضيح للاخوان والاخوات المشاهدين الكرام. كما قلت لكم حتى البصمات اللي كنا معولين عليها ما عطاتنا شي نتيجه. فالو قلبنا درنا تحريات. هذاك السيد بدا كيصيفط واحد السيد للسواق، شي واحد زعما يتصرف مع شي واحد كيبيع هذوك الديكورات اللي تسرقوا من الدار، الاسواق الاسبوعيه كامله اللي كاينه في المنطقه تما، وكنا على اتصال دائم به. اي حاجه دارها مشى شي سوق ولا كان تيجي وكيتواصل معايا وكيعلمني بالجديد وكيخبرني بالجديد، وكان ديما تيقول لي ودي ما بانت حتى شي حاجه، ما بانت حتى شي حاجه، ما بانت حتى شي حاجه. دازت على هذه القضيه هذه الا ما خانتنيش الذاكره واحد 3 شهور ولا 4 شهور تقريبا غادي تدوز. واحد النهار كان عندنا السيرفيس، كان عندنا البراج في الطريق. البراج في الطريق كنا ثلاثه دركيين في براج مارسوا المهام ديالنا، كنديروا خدمتنا. الطوموبيل اللي جات كونتروليوها، هادي من هنا مره نتجمعوا ملي تخوى الطريق نبداو نهضروا بعضياتنا، هادي نتبادلوا الافكار نتبادلوا هكا. كان تيدوز السيرفيس، ولكن بعض المرات راه تتكون الدرك الحديد ما كيزكاش، راه ما كتلقاش حتى دقيقه باش تهضر مع الزميل ديالك. كنا خدامين تقريبا غادي توصل ل5 الصباح ولا، وحنا غادي نطلقوا السيرفيس مع 6. كان عندنا البراج من 12 الليل ل 6 الصباح. فاذا بك كنتفاجئوا بواحد السياره جات حتى بقى لها تقريبا شي 30 متر ولا، وفرانات صغيره على اليمين، فرانات وبقات مضي ماريا وشعل الفار فينا. حنا اشنو ظنينا؟ شي واحد ربما مع شي واحد داخ وحبسو تما باش يتنفس، وقال هذه هي البلاصه اللي مامنه حدا الدركي حدا البراج الجدرميه. ربما مجموعه ديال الاحتمالات ما عطيناش اهميه في الاول. وكنا كان مواصلين المهام ديالنا، كنديروا الكونترول ديالنا، ها الكيران ها الكاميوات هذه. هذاك
تعطلت ديك الطوموبيل وبقات مديماريه. وشنا هو الحاجه اللي زعجتنا هو داك الفار، وكان قريب وكيضرب لنا الفار في عينينا. هاد الوقيته قال لي الشاف رئيس الدوريه، الشاف اللي كان معنا تما في ذاك البراج، قال لي حجي شوف هذا اللي شعل الضوء وتقول راه عانينا، قول لي طيح الضوء ديالو. مشيت لعنده على اساس باش نقول ليه طيح الضوء، راك عميتينا بالضوء، ونشوف في نفس الوقت شنو هو الغرض ديالو من ذاك الوقوف ديالو في ديك البلاصه. ملي قربت كنتسنى يبان لي شي واحد مع الظلمه، عاد شعلت البيل كيبان لي ما واقف حتى شي واحد، او الطوموبيل مديماريه والباب محلول ديال الشيفور. قلت واش الشيفور هبط؟ بديت كنقلب واحد الوقيته ملي ما بان لي حتى شي واحد تما، قلت بلاتي نشوف الطوموبيل واش فيها. عاد كيبان لي الشيفور راه نعس، حط راسو على الفولون ديال الطوموبيل وخلى الطوموبيل مديماريه وحل الباب ديال الشيفور، حلو وداه هو النعس، دامو للامانه امانته نعس والطوموبيل مديماريه. وملي شفت من الجهه الاخرى لقيت الخاوي ديال الشراب عامره الدنيا بالشراب، يعني هذا فقد الوعي ديالو، يعني كثر حتى ما بقى يعرف يتحرك، وربما ما قدرش باش يوصل للدار. هذاك الشيء باش وقف تمايا، يعني راه بزز باش وصل تمايا. وشوف هذا الشخص هذا كون وقف مثلا ما كاين لا باراج لا والو، وحابس تما وحال الطوموبيل ومديماريه وهو ناعس، هذا لقمه سائغه بالنسبه للجانحين والخارجين على القانون. غيلقاوه سهل، غادي يهبطوه من الطوموبيل وغيركبوا الطوموبيل وغيديوه. هو دار لك مشكل وتبدا تجاره. وشكون السبب؟ هو علاش لحقاش وقف؟ جاب الله وقف حدانا. هي هذيك بقيت كنحرك فيه، يلاه وقف تقريبا شي 4 ساعات اللي خلينا حنا واقف تنحرك فيه. واش شريف والو. عيطت للشاف قلت له ودي جي شوف هذا واش هذا ميت ولا حي ولا ما عرفت. ما بغيتش نحركو حتى جا الشاف. انا كنعيطو قال لي حط لي يديه هذا، قال لي لا راه باقي حي. بقينا كنحركو واش شريف عاد فاق مقلوب قال لك سدوا الباب. قلنا له ودي اش نسدوا الباب؟ كون جاو شي شفار يقضوا فيك الغرض. انت منين؟ قال لك اودي راه من بلاصه من البلدان اللي عندنا فيها لا بريغاد. اش كدير هنا؟ قال لك هادشي اللي عرف الله. قال لك صافي خلوني نمشي. قلنا له لا ما غاديش تمشي انت لحقاش كتشكل خطر على راسك وكتشكل خطر على ناس ابرياء راه شادين الطريق. يقدر واحد جاي هو ووليداتو ما عليه ما به، بخير وعلى خير، مصلي الفجر شاد الطريق توكل على الله وجاي كيسمع الاذكار ولا كيسمع القران، تتسلط به انت تمشي دير ليه شي مصيبه. ما يمكنش يطلقوك. غادي تمشي نديروا معك اللازم، تمشي تبات داكشي دار معك القانون نديروا معك. غادي تمشي تبات. بقى تيزوق في الاول قلنا لا والو، ما نقدروش نطلقوك، ما نقدروش تحمل المسؤوليه ديالك. دير شي كارثه بدا ضميرنا يندبنا. كنتي غادي تجيبها غا في راسك بوحدك الله يعاونك، ولكن غادي تقدر تدي ابرياء ما عندهم حتى دخل فيك وما عندهم حتى ذنب. لذلك كنا قررنا باش غندخلوه. درنا اتصال مع قائد المركز علمناه، مع النيابه العامه في شخص احد النواب ديال السيد وكيل الملك. قال لك الوضع ديالو تحت التدابير ديال الحراسه النظريه، والسياره ديروها في المحجز تحت التصرف ديال العداله. وكان ديك الساعه ما كانش الامكانيه ديال القياس ديال النسبه ديال الكحول في الانفاس ديال الانسان، في النفس ديال الانسان. دابا كاين تيست الكوليمي، دابا كاينه اله باش كتعبر شحال نسبه الكحول. اما ديك الساعه في هذه الحقبه اللي كنهضر عليها كانت هذه المسائل كتقتصر على المعاينه ديال ضابط الشرطه القضائيه. داكشي اللي شافوا بعينيه، كاين التلعثم، كاين فقدان التوازن، كاين الانبعاث ديال رائحه الكحول من الانفاس ديال الشخص. مجموعه ديال العلامات اللي كتثبت بانه راه فعلا في حاله سكر جدا متقدمه. كنا ديك الساعه قربنا، عيطنا للعناصر اللي غادي يجيو يشدوا علينا مع السته، عيطنا للديباناج، هزنا ديك السياره، حجزنا دوك القراعي ديال الشراب كانوا خاويين كاملين وديناه باش نديروا فيه خير ونديروا خير في ناس اخرين اللي يدير شي كارثه كما قلت لكم. المهم اللي وصلنا درنا ليه واحد التفتيش امني دقيق، كان في الحوزه ديالو بعد واحد المبلغ مالي اللي ماشي حاجه كثيره، وكان عنده خلاص الاوراق الثبوتيه ديالو، اسم البسطام ديالو، وكان ورقه الطوموبيل، وكانوا هذيك المسائل كامله. السياره تحطات في لافورير، هو ملي قلبناه دخلته سميتو دخلناه درنا تحت التدابير ديال الحراسه النظريه. اثناء عمليه التفتيش اش غيثير الانتباه ديالي سولنا خلاص شكون انت ولد فلان، تعرفناه منين؟ كيبان ليا في يديه في الوقيته فاش كنحيدوا ليه السمطه ونحيدوا ليه السير ونحيدوا ليه، كانت عنده الساعه في يديه. قلت لي حيد ديك الساعه. ملي شديت ديك الساعه قريتها تاع الانتباه ديالي، التصويره ديال ديك الساعه اللي تسرقات باقا عندي، دايرها في البلاكا لكل غايه مفيده. غير حيدت ليه ديك الساعه، درناه في غرفه الامن، هو فاقد الوعي. القانون كيمنعنا باش نستمعوا ليه ولا ناخذوا الافاده ديالو الى حين استرجاعه لكامل قواه العقليه. شديت ديك الساعه اثارت الشكوك ديالي، قلت ربما هذه الساعه هذه الاوصاف ديالها والماركه بحال هذيك اللي سميت، والثمن ديال هذه الساعه غاليه. وانا نمشي جبت ديك التصويره اللي تصورت منها هذيك لابواط اللي فيها التصويره ديال الساعه، كان قارن ايدونتيك. خلاص فات داكشي، مشينا نضنا مع شي، دخلنا للدار مع تقريبا شي 7:30 ولا 11:12 رجعت. 11:12 رجعت. فاش كنت راجع دزت عند داك مول الفيلا، دقيت ما لقيتوش، لقيت غير الزوجه ديالو. قلت لها عافاك الله يجازيك بخير، قول ليه يجي عندنا.
بلي راه بغاوك جدارميه. جا ملي جا تقدم تقريبا مور الغدا جا عندي، خلط عليا لقاني تما كنوجد في ديك المسطره ديال هذا خينا هذا اللي عنده السياقه، عنده حالات سكر جد متقدمه والسياقه في حالته. رخصه السياقه ديالو بطبيعه الحال تعطاتنا التعليمات ديال السحب ديالها، السحب ديال رخصه السياقه، وباش نفرق بين السحب وبين الاحتفاظ باش يعرف المواطن والمشاهد الكريم يعرف بان السحب شكون اللي كيديروا المحكمه، هما اللي عندهم الاختصاص باش يقول لك سحب رخصه السياقه. الاعوان ديال المراقبه اش عندهم الحق ديال الاحتفاظ بالوثيقه. الا ما خلصتيش البروسي ديالك، كان البروسي كيتعلق بالسلوك ديال السائق راه كيحتفظوا برخصه السياقه. الا كانت المخالفه كتعلق بالحاله الميكانيكيه ديال السياره راه كيحتفظوا بلا كارت غريز بالورقه الرماديه. هذا الاجراء ما خلصتيش كيتسمى السحب، تيتسمى الاحتفاظ عفوا. اما السحب كديروا للمحكمه، واحد مثلا عنده سياقه في حاله سكر، واحد عنده مثلا حادثه سير مميته فيها الموتى، هنا المحكمه اللي كتقول لك حيدوا، ما يمكنش انت تردوا. الاحتفاظ ملي كيخلص هذيك المخالفه ديالو كترديه البيرمي ديالو. السحب لا، السحب كتسحبوا بتعليمات ديال المحكمه وكيمشي مع المسطره، والمحكمه هي اللي عندها الحق تردوا ليه. انت ضابط شرطه قضائيه ما عندكش الحق تردوا ليه الا بتعليمات ديال النيابه العامه، غير باش يفرق المواطن بالفرق بين السحب وبين الاحتفاظ. المهم عنده السحب ديال رخصه السياقه ديال لحقاش واحد كيسوق السياره وهو في فقيد الوعي ديالو، يعني واحد الخطر اللي هو كيتحرك على رجليه، يقدر يدير اي كارثه، يعني دار واحد الخطا اللي لا يغتفر، يقدر ترتب عليه ضحايا ابرياء ما داروا حتى شي حاجه. لذلك الاجراء القانوني هو السحب ديال رخصه السياقه. وبقى تما جا داك السيد عندي ملي خلط عليا قلت ليه الساعه ديالك باقي عاقل عليها، قال لي باقي عاقل عليها. وكنت قلت للزوجه ديالو قول لي باش يجي معاه البواط ديالها، جاب لا بواط ديالها قلبنا داك الشيء هو هذاك. قال لي ودي راه كتكون فيها واحد لا ريفيرونس، واحد الريفيرونس كتكون في الساعه. قال لي هاد الريفيرونس هذه كتكون فيها ملي قلبنا عاد زيد قال لي راه عندي الدجاجه راه مجروحه. قال لي واحد النهار شيات بيدي قال لي وتجرحت لي الدجاجه، ملي قلبت الدجاجه لقيتها بالفعل مجروحه. هذاك السير اللي كان في الساعه كاين في هذيك مطابق، لذلك كان هذيك الساعه اللي تسرقات ديال ديك القضيه ديال السرقه اللي بقات مجهول، بقاو الفاعلين فيها مجهولين، ربما تكون هذه الساعه هي اللي تسرقات من تما. لذلك خصنا نرتكزوا عليها في هذا البحث، وغادي نسولوا هذا السيد هذا منين جات هذه الساعه هذه والمصدر ديالها، خصوصا انه هو ما كانش عنده شي انشطه وما عندوش امكانيه باش يشري ساعه فوق 20 مليون، ما عندوش امكانيه. لذلك الامر ديال ديك الساعه مشكوك فيه والمصدر ديالها مشكوك فيه. كما قلت لكم اللي رد كامل القوى العقليه ديالو استمعنا ليه في داك الشيء ديالو اللي هو كيتعتبر جرحه وعلاش دار في الحراسه النظريه. كملنا معاه، منين جبت الشراب جبت واحد المحل كيبيع الشراب، مشينا استمعنا لذاك المسير هذا ديال ذاك المحل الشراب، لحقاش كما قلت لكم هاد المحلات اللي ديبير البواسون ما عندهمش الحق باش يبيعوا المسلمين، في الرخص عندهم يبيعوا الاجانب لغير المسلمين. استمعنا ليه قلنا له واش بعتي لهذا؟ قال لك لا ما بعتليش. علاش غير ما عليك الباطل؟ قال الله اعلم، انا ما كنبيعش وما كنبيعش من غير المسلمين. علاش؟ لحقاش ما عندوش اثبات، ما عندوش اثبات بان راه شرا من ذاك المحل، ذاك مول المحل نكرو. وهذا الشيء اللي كيواجهنا ديما بحال هذه القضايا. كتمشي مثلا تيقول لك راه شريت من البيسري الفلاني، ذاك المسير ديال البيسري كتقول ليه واش شرا من عندك؟ يقول لك ما بعتليش. لا جا يرمي عليه الباطل، جا من جهه اخرى وبغى يلصق فيا انا، حنا ما كنبيعوش، لا ما بعتش ليه، وكينكر وما كايناش وسيله اثبات. استمعنا ليه خلاص عطى الافاده ديالو، درنا اتصال بالنيابه العامه، قال لك الله يعاون مشى في حالته. هذاك كملنا المسطره ديال داك السكر المتقدم والحاله والسياقه في حاله سكر، كملنا ديك المسطره سالينا معها. دابا غادي نشوفوا معاه في هذه القضيه ديال هذه الساعه هذه. ملي كملنا معاه خرجته قلت لي غادي نسولك وغادي تجاوبني بكل صراحه الله يجازيك بخير. قلت لي هذه الساعه هذه ملي شديناك البارح كانت في يدك؟ قال لك واه الساعه ديالي هذيك. قلنا لي واش عارف هذه الساعه شحال كدير؟ قال لك عارف شحال كدير. قلنا لي شحال باش شريتيها؟ قال لك شريتها تقريبا شي 1200 درهم. قلنا لي راه سميتو راه هذه الساعه هذه كدير فوق 20 مليون. ورينا خويا منين شريتيها ب 1200 درهم، المحل اللي شريتها ب 1200 درهم نمشيو حتى حنا نشريوهم ونعاودوا فيهم البيع. راه هذه على القليله ما بعتيهاش واحد 14 15 مليون باش خصها تباع بون اوكازيون، انت شاريها ب 1000 درهم والزياده ثمن لا يوازي القيمه ديال ديك الساعه والماركه ديال ديك الساعه. قلنا لي يعني المصدر ديالها مشكوك. منين شريتي؟ ورينا هذا المحل. قال لك لا ماشي محل، من عند من شريتي؟ شريت عند فلان، راه واحد النهار راه مبلي وهذه وراه مقطوع وراه جا وقف عليا وطلبني ودرت معاه هذا الثمن هذا وعطاني الساعه. وقلنا لي هذاك واش كيبيع السوايع؟ لا ما كيبيعش السوايع. هذاك واش عرفوا نتايا عنده سوابق في السرقه؟ قال لك واه ولد البلاد كنعرفوه سميتو. وعلاش تشري من عند واحد نتايا؟ راه كاينه واحد الساعه هذه راه مسروقه من الفيلا الفلانيه، وحنا كنقلبوا مازال ما عرفناش داك اللغز مازال ما فكيناش. قال لك وانا بعيد عليا السرقه. قلنا له ودي بلا ما تدخل راسك في شي متاهات،
راه هاد الساعه راه واحد متحصله من واحد الجنايه ديال السرقه الموصوفه، واحد السرقه موصوفه اقترفت في واحد الفيلا بلا ما تدخل راسك في المعمعه. عطينا راس الخيط، قال لك انا ما كنسرق، ما عندي سرقه. هي ديك فاش عطانا المسائل والمعطيات كلها والظروف فاش شرا ديك الساعه والمبلغ باش شراها، وكشفنا على الهويه ديال اللي باع ليه. شكون اللي باع ليه؟ اللي باع ليه قلت لكم معروف عنده سوابق في السرقه. شكون هو هذاك الخامس اللي كنا كنحسبوه حنا راه مازال في الحبس، اش كنا عرفناه باش تحكم، ولكن ما كملش العقوبه ديالو. واش استفد من شي عفو؟ واش استفد من حنا ما فرصناش، لذلك حيدناه من استثنيناه من ديك اللائحه ديال هذوك اللي كنا كنستمعوا لهم، وحسبناه راه باقي في المؤسسات السجنيه، ولكن هو راه خارج وراه تيقضي الغرض وما فرصنا ما يتعاود. لذلك هذاك السيد مولا سميتو تحجزات، درنا الاتصال بالنيابه العامه، قال لك غادي تخليو هذاك غادي تقدموه للمحكمه على ود هذيك السياق السكر والسياقه في حالته. قال لك ملي يطلقوا المحكمه غادي يطلقوا، غادي يخلص كفاله ولا غادي يطلقوا المحكمه. داكشي اللي كان خلص كفاله طلقاتو المحكمه، قال لك ملي يطلقوا المحكمه غادي تشدوه وتجيبوه للمكتب عندكم وفتحوا معاه بحث في هذه النزيله ديال هذه الساعه، والساعه خليوها عندكم محتفظين بها، ما عطيناهاش ليه. فاش بغينا نقدموا الابتدائي عطيناه داكشي اللي لقينا عنده كامل، الاغراض ديالو اللي لقينا عنده، الفلوس الوراق ديالو كلشي اللي عطيناه ليه، الا الساعه بتعليمات ديال النيابه العامه ديال السيد الوكيل العام، قال لك احتفظوا بها وغتمشيو معاه وردوه باش ديروا معاه البحث. هي هذيك استمعنا ليه فاش كملنا هذيك المسطره مشات في حالتها. السياره ديالو تعطاتنا التعليمات باش نعطيوه السياره ديالو، لحقاش الوثائق ديالها كانت في وضعيه قانونيه. السياره غادي نسلموها ليه وغادي نستمعوا ليه بخصوص ديك الساعه، وكما قلت لكم هو التصريح اللي قال لك فلان من عند من شريت. غادي نمشيو نسولوا على فلان، نديروا تحريات. قال لنا واحد السيد كنا كنتواصلوا معاه، قال لك ودي راه ما بانش كاين، قال لك ولكن قليل فاش كيبان. قلت انا راه مؤخرا فاش شفتو عارفه كيما جمعنا عليه معطيات، راه ما بغيناش حنا نبانوا، وهو جد حاذر كيعرف اش كيدير، مجرم وحاضر راسو، غير يحس بيك راه كتحرى عليه ولا غير يهز راسو. لذلك حاولنا باش نتفاداو هاد القضيه هذه، بغينا حتى نمشيو ليه ونهزوه بحال لمنا ونجيبوه. هذاك الشيء اللي درنا. بقينا النهار الاول ما بانش فين كان، النهار الثاني عيط لينا واحد المتعاون مشكور جزيل الشكر على هذاك التنسيق ديالو اللي عطى نتيجه، عطانا المكان ديال التواجد ديالو. كان يلاه فيق من الناس، مازال دايخ ما كان يقرروا ما حتى حاجه توقفنا عليه. اش كاين عاوتاني بدا كيغوت، تمشي معنا قال لك اش كاين، واش انا وقت ما تلفات لكم تجيو عندي انا ديما انا هادي، علاش غنمشيو؟ قلنا له غادي تمشي معنا للمكتب وغادي تعرف علاش، انت راه مجبود الاسم ديالك في واحد القضيه. قلنا له انت خرجتي، قال لك انت خرجت. قلنا له غتمشي معنا للدار، فين بطاقه الخروج من السجن؟ قال لك راه كاينه عندي في الدار. مشينا مع للدار جبدنا ديك بطاقه الخروج من السجن، شفنا التاريخ فاش افرج عليه، فبان لنا بانه هو تطلق قبل ما توقع ديك الجريمه ديال السرقه، وبشحال 6 ايام يلا تطلق ب 6 ايام ديك الساعه فاش اقترف ديك الجريمه. حنا ما فرصناش باش نطلق، داكشي علاش استثنيناه من ديك اللائحه ديال هذوك اللي عندهم السوابق القضائيه في ميدان ديال السرقه. بقى علينا هذه بقى تيغوت. تعرفوا هادو اللي كيكونوا حباس هذاك اللي خارجين، تيكون العنف هو باش كيحاولوا يجاوبوك، باش الاجوبه ديالهم كتكون عنيفه، السلوك ديالهم عنيف. هضر معاه تيدعي بانه هو ضحيه وبانه هو راه متهم والحاجه اللي دارت كتمسح فيه. قلنا له ودي حنا ما جيناش عندك، حتى جبدت سميتك، علاش كل غير جبت سميتي انا ما درت حاجه. قلنا له يلاه ملي وصلنا قلنا ليه الساعه اللي بعتي الفلان، كتعرف فلان؟ قال لك واه تنعرفو. بعتي ليه الساعه؟ قال لك واه بعتها ليه. منين جاتك ديك الساعه؟ قال لك ودي ديك الساعه راه لقيتها. كيفاش لقيتيها؟ قال لك لقيتها طايحه وهزيتها وربعتها لذاك السيد. واش فراسي ديك الساعه كتسوى اكثر من 20 مليون؟ قال لك ما فراسيش انايا، انا ديك الساعه لقيتها وكنت مخصوص ما عندي فلوس البليه ما عندي حتى حاجه، وراه مشيت لقيت فلان كان حاس في الباركينغ وبعتها ليه خلصني، وكل واحد فينا مشى في حالته. اييه مرحبا. هذا هو التصريح الاول، ونفى جمله وتفصيله اي علاقه عنده بديك القضيه ديال السرقه ديال ديك الفيلا. اش غادي نديروا هنايا لضروره البحث؟ غادي نهزو غادي نمشيو نديروا تفتيش في الدار ديال والديه، كان باقي ساكن مع والديه. وصلنا تما لقينا الام ديالو كانت ديما متعاطفه معاه، كانت تتخزنوه، كان هذه الله يسمح لنا من الكبده الوالدين. المهم بعد الحصول على الموافقه الكتابيه ديال الام ديالو، اما الاب ديالو لقيناه كيخدم مياوم، مشى يسترزق الله. دخلنا درنا واحد التفتيش دقيق في جميع المرافق ديال المسكن، ودرنا تفتيش اللي ما خليناش فيه شي حاجه، لعل وعسى لقاو شي حاجه اللي هي عندها علاقه بالبحث ديالنا ولا اي حاجه مخالفه للقانون. كان واحد من الاخوان طرح واحد السؤال عليا، قال لي السي حجي مثلا دخلتوا نتوما كتقلبوا مثلا كنقلبوا على الحشيش في واحد النازله، ودخلنا للدار كنقلبوا على اساس كنقلبوش نلقاو عند داك السيد الحشيش. دخلنا ما لقيناش الحشيش ولقينا خماسيه. راه خماسيه ما عندهاش الورق، حتى هي مخالفه للقانون، عنده الحيازه ديال واحد السلاح ناري بدون سند قانوني. يعني هذه كتسمى لا ديكوفات انسيدونت، العثور الفجائي.
العثور الفجائي هي فاش كتقلب على واحد الحاجه وكدير تفتيش وكتلقى حاجه اخرى اللي ما عندها حتى علاقه بداك الشيء فاش كتقلب، وما يمكنش تخليها، راه حتى هي كتفتح فيها بحث. غير التوضيح وكاجابه وكرد على احد اسئله ديال الاخوان المتابعين. درنا تفتيش، اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو الديكورات. لقينا جوج ديكورات اللي لقينا تمايا. هذوك الديكورات حجزناهم، قلنا للام ديالو واش انت اللي شريتها يا امي هاد الديكورات؟ قالت لك لا، والديه هو اللي جابهم ليا. مرحبا، حجزناهم. قلنا لها من جبتهم؟ هذوك شريتهم من السوق، ما شريتهم من السوق. مشينا لابريكاد وعيطنا لذاك السيد اللي تفرط لي الفيلا وجاب الزوجه ديالو. قلنا لها واش تقدري تعرفي على هاد الديكورات؟ قالت لك شوف هاد الديكورات راه عندي تصاور فين مصورين ولادي، فين مصورت انا، مصوره انا، مصور راجلي، مصور العائله، وكيبانوا هاد الديكورات اللي مسروقين، ومنهم هاد الجوج هادو. مشات هي والزوج ديالها وجابوا شي تصاور واحد الالبوم، بقات تورينا. فعلا ديك الساعه واجهناه بهاد الامور هذه. كيفاش انت واش كيتباع؟ واش كيتباع هادشي غالي، الثمن ديالو غالي. منين جاك؟ تواجه بهذه المعطيات وتواجه بداك الاعتراف ديال هذاك المنبع الساعه. وهذه ما يمكنش تكون صدفه، لقاو عندك الساعه اللي مسروقه من الفيلا، ولقاو عندك هذوك الديكورات اللي كيدار فيهم الورد وكيدار فيهم لقاوهم عندك. هذه ما يمكنش تكون صدفه، ما يمكنش. يعني انت سرقتي، انت اللي سرقتي ديك الفيلا. تحجزوا هذوك الجوج ديكورات وواجهناه بهذه الوقائع، واجهناه بهذه المعطيات الجديده اللي وصلنا لها. بطبيعه الحال هو اعترف قال لك شوف انا اللي سرقت وانا اللي درت. فين بعتي باقي الديكورات؟ قلت له ودي الديكورات راه بعتهم في السواق، وهذوك الجوج راه بقاو لي، بقاو تما، والساعه راه بعتها لفلان. وبذلك ينكشف هذا السر ديال هذا السرقه اللي بقات مسجله ضد مجهول او مجهولين. قلنا له واش بوحدك اللي ارتكبتي هذه الجريمه؟ قال لك انا ما كنديرش مع شي واحد. قال لك ما كنثقش في البشر، انا كندير بوحدي باش حتى واحد ما يجبدني. وحتى الا حصلت قال لك ماشي تبداو تجبدوا عليا باش تعرفوا الذكاء ديالو. حقاش فاش تكون مثلا شبكه تيكون فيها بزاف ديال الاشخاص كتشد هذا وتشد هذا، هذا الا بقى ناكر هذا كتلقى عليه تناقضات، هذا تيقول كتواجه هذا مع هذا، كتلقى منين تدخل. ولكن ملي كيكون واحد كيصعب باش غادي تفيكسيه وباش غتكوانسيه، كيصعب. لذلك كان هو واعي بهذه المساله هذه، وكان عنده قرار باش بدا يدير العمليات. هذه العمليات الاجراميه بدا يديرها بوحده باش ما تشد عليه لا تناقض، ما تسول صاحبه، ما حتى حاجه. ولكن ملي تحجز عنده هذا المحجوز ما لقى ما يقول. اعترف، دولنا الاعتراف ديالو، درنا اتصال بالنيابه العامه. قال لك هذيك الساعه وهذوك الجوج الديكورات يتعطاو مقابل اشهاد لذاك الضحيه. هي رجعت لي بعد الساعه، وهذاك اللي شرى الساعه غادي يدار التدابير ديال الحراسه النظريه، خرج من الشراب، جا دابا عاوتاني على اخفاء المسروق. والاخر خلاص راه اعترف، دار في المسألة، دار في الحراسه النظريه. الغد ليه غادي نديروا اعاده تمثيل ديال هذه السرقه. منين دخلتي ومنين درتي باش نتيقنوا واش هو ولا ماشي هو. بالفعل مشى ليا البلاصه اللي لقينا فيها لاطراس. قال لك ها منين طلعت وها منين دخلت وملي وصلتي الجرده منين دخلتي؟ قال لك اودي راه دخلت من الباب ديال الكوزينه، راه هو اللي بان ليا مع كان باب كيجليسي ديال الدجاج، هرسو ودخل منه. ما لقينا حتى بصمه ديالك تما. كيفاش؟ قال لك راه كنت داير الليكات وداير حاضي صواري وعارف اش كندير. هذا هو القصه ديال هذا النهار ديال السرقه. وشوف الصدفه باش بانت الحقيقه ديال هذه السرقه، ونكشف اللغز ديالها وتفكوا الخيوط ديالها وبان الفاعل الحقيقي. علاش؟ فاش يكون الانسان كيعطي اهميه للقضايا، ماشي واحد القضيه مثلا درتها وعرفت شنو فيها صافي تمشي للرفوف وننساها. واخا تخلص واخا التقييدات ضد مجهول او مجهولين، خص الانسان يعطيها تبعيه. وقت ما دار شي انتقال، وقت ما لقى شي حاجه، ديما يستحضر هذيك القضيه. ولا لقى شي حاجه من داكشي اللي مسروق في هذه القضيه، خصو يبحث. لقاش بعض المرات راه كتلاقيك قضيه كتكشف لك واحد القضيه اللي كانت عندك انت معقده ومازال ما مفكوكاش ومازال ما معروفين شكون اللي داروا في هذه المسائل. لذلك اوجه رسالتي الى الاخوان المزاولين، يا من الاخوان الامنيين، يا من الاخوان الدركيين، باش الانسان بدا يعطي اهميه للقضايا اللي مازال ما تفكاتش وما يحيدهاش من باله. ماشي غير درت مذكره بحث وسديت المحضر صافي نديرو في الرفوف ويمشي الله يعاوننا ويعاونو. شوفوا واش تبان الحقيقه ولا ما تبانش. داك الشيء ستساءل عليه امام الله. نتمنى نكون توفقت في السرد ديال هذه القضيه.